طول الوقت هو مختلف عن معظم ابناء جيله، هو والمجموعه اللي شيدت فرقه اسكندريه، المجموعه القديمه. وهو مختلف وهو بيعلم كل ولاده، كل يوم بيبقى له ابن وابن وابن، حاجه ما شفناهاش من كل جيل السياسيين اللي احنا اتعاملنا معاهم طول السنين اللي فاتت. عشان كده عرفنا من كل قلبنا مجموعه كبيره جدا تقول له عمو زين، عمنا زين العابدين فؤاد. مساء الخير. اللي مش مصدق ان مصر فيها ثورة يبص هنا، اللي مش مصدق ان في مصر ثورة يبص على رندا سامي. تعرفوا رندا؟ فين رندا؟ رندا سامي اللي جاية على كرسي بعجم كانت وردة ميدان التحرير في اول مستشفى ابتدت في الميدان يوم 28 يناير 2011. رندا اصيبت اصابة خفيفة وكملت حتى يوم 9 مارس 2011 لما الجيش انهى الاعتصام بالقوة وضرب رندا وخلاها موجودة على كرسي متحرك وعندها شلل رباعي. رندا جت من مصر عشان تبقى معانا هنا. اللي مش مصدق ان في مصر ثورة بس يبص على رندا. اللي مش مصدق ان في مصر ثورة. شكرا. اللي مش مصدق ان في مصر ثورة يبص على معتزة صلاح عبد الصبور. معتزة انا بعرفها قبل ما تتولد. معتزة احد النماذج انه ازاي البنت المصرية اتغيرت وازاي البنت المصرية بقت هي صوت الثورة، مش صوت الثورة. مظبوط، صوت الثورة ما هياش صوت الثورة. البنت المصرية بقت هي الثورة. النهاردة هنبتدي بان احنا نسمع قيمة كبيرة جدا، شاعر عظيم جدا مصري اسمه صلاح عبد الصبور. مين هيقدم صلاح عبد الصبور احسن من معتزة صلاح عبد الصبور؟ مساء الخير. اولا الدنيا باردة قوي 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 واحنا ما اتفقناش على كده. الحقيقة دي المرة الثالثة اللي اجيلكم فيها في خلال السنة اللي فاتت. اول مرة جيت كان بعد الحادثة الأليمة اللي حصلت في الاستاد، ولما ابتدى يحصل تحريض ضد أهل بورسعيد. أنا وغيري كتير انزعجنا من التحريض ومن الفرقة ومن اتهام شعب بورسعيد بأكمله في حاجة مش منطقية. فبعدها بأسبوع كنا حريصين إن احنا نيجي ونقف مع شعب بورسعيد ونؤكد ان اي محاولة للتوقيع بين اهل القاهرة واهل بورسعيد واهل مصر ان دي حاجة فاشلة. بعد الثورة عمالة تتطور، عمالة افهمكم اكتر واجتهد في اني افهم التركيبة البورسعيدية اللي عندها عزة نفس وعندها كرامة وما بتركعش غير لربنا. وده بيخلي بعض الناس تسيء فهمها وبيخلي الجبان اللي عكس التركيبة دي يدينها. فأنا بحبكم وبحترمكم وبحترم التركيبة البورسعيدية، وأتمنى إني دايما أجيلكم في ظروف حلوة ما تكونش ظروف قاسية على مصر.
عندكش ولد ينحرق قلبك عليه؟ اعتبر انك فقدته. قول لي هتعمل ايه؟ نار تولع. ايوه نار، نار شرارتها المرار، والحزن ساكن كل دار، صور اسامي ماليه الجدار، تنور لاجل ما يجي النهار. عشان انا بحب فرقه اسكندريه، لان محمد الله يرحمه كان بيحب فرقه اسكندريه. عشان كده هقول كلام وكأنه عن لسان محمد. فهو بيقول شهيد يا مايا ما عارفينش انك امي، مصري يا مايا وعلى اسمك انا متسمي، ضربوني يا مايا لقيت لحمي مترمي، طرت يا مايا عالجنة ست في ارضك دمي، شايفك بتلملمي في حشايا يا مايا لمي، ساعتها قلت معرفنش انك امي، انا صلي امات ياما عليا بتسمي، لما تشوف صورتي بتدمع وكأنها امي، وتقولي يا حبيبي يا ضنايا تبقى اكيد امي، يكفيني ترابك يحضني، ضميني يا مايا ضمي، يكفيني ترابك يحضني، ضميني يا مايا ضمي. نجيب حقهم نكون زيهم، نجيب حقهم نكون زيهم. يا جماعه ماليش دعوه بيه، انا ما اعرفوش حداد ومع صلاح جاهين ومع كل الناس اللي فكروا في الثوره. بالنسبه ليا كل واحد في فرقه اسكندريه ليه حته قد كده جوه قلبي. نبتدي من ناحيتي او من ناحيتي واحد. لو ابتدينا بعليا شهيد، عليا وحازم ومات صديقي حسين شاهين اللي كان موجود في سجن تاني وانا موجود في سجن لما كتبت يتجمعوا عشان المناضل اللي خلف وماله عشان يكونوا موجودين هنا. حازم شاهين وحسين شاهين. فؤاد حداد الشجرة فؤاد حداد الشجرة الخضراء اللي بتطرح علينا كل يوم حاجات كتيرة وثمر كتير. من طرح هذه الشجرة عندنا النهاردة سلمى حداد. في السنين القديمة كلها لما ابتدت اسكندرية كان عود أشرف نجاتي هو العود المساند وفارد مع عود حازم. أشرف نجاتي يا شمس طلعة سل من عواد، نطلع معاكي للسماء قريبة، نزرع غناكي في السنين السواد، نحصد غناكي والسنين طيبة. بقى عندنا كام عواد؟ عندنا دلوقتي حازم وأشرف وإسلام. إسلام العواد المغني اللي النهارده موجود وجنب فريد اللي أرجو في يوم من الأيام نسمع صوته زي ما بنسمع عزفه.
فريد قول له بقى ورا قول له ورا
ايوه